السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل زي ما انتم شايفين كده لوبيا، بس لوبيا من غير لحوم. وهنعمل كمان زي ما انتم شايفين جنبها رز بشعرية، وهنعمل سلطة مكرونة بالبانيه. فالموضوع النهاردة بقى ان احنا ايه، الولاد منقسمين. جزء عايز، عدد منهم عايزين لوبيا ورز، وفي عايزين اكل لايت خفيف جدا اللي هو سلطة المكرونة. انا وريتها لحضراتكم قبل كده على القناة بتاعتي. فسلطة المكرونة زي ما انتم شايفين كده، مكرونة مسلوقة، والفاصوليا الحمراء اللي انتم شايفينها دي. رحت عند العطار، لقيت ايه عنده الفاصوليا الجميله دي. فهي يا جماعه بتبقى في السلطه جميله جدا، فجبتها وبلتها وسلقتها. بص شكلها جميل ازاي. فدي هتبقى من مكونات السلطه، اللي هي الفاصوليا الحمراء، ودي كمان الطماطم والخيار والفلفل، ودي كمان الذره الاصفر اللي شايفينه اهو متلج. انا بجيب كيس وباخد منه كل شويه اما احتاج. فسلطه المكرونه عملتها قبل كده، وفي صوص كمان بيتعمل ليها. فايه ادي المكونات بتاعتها. نيجي بقى للوجبه الثانيه، اللي هي الفاصوليا اهي. عملتها من غير لحمه ولا اي حاجه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين بسم الله ما شاء الله، جميله جدا جدا. وعملنا الرز. يا ريت اللي اول مره يشوفني النهارده يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ويا ريت الفيديو كمان يعجبكم. طبعا سلطه المكرونه دي في مكون اساسي ليها اللي هو البانيه، بنعمله ونضيفه ليها مع الصوص، بتبقى جميله جدا جدا جدا. انا حبيت اشارككم النهارده، ويا رب الفيديو يعجبكم، واحب اشكركم على تعليقاتكم الجميله. شكرا جزيلا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدا الفيديو بتاعنا. اهلا وسهلا. يلا بينا نقول عملنا الحاجات اللي قلنا عليها الجميله دي ازاي. ادي يا جماعه جبنا حته ليا من بتاعه الخروف. طبعا ثبت علميا ان الليا والدهون الحيوانيه دي من احسن الحاجات اللي الدكاتره يعني قالوا عليها، بعد ما قعدوا يقولوا لنا زمان ده الزيت والحاجات دي اللي كويسه. رجعوا قالوا لا، الحاجات المهدرجه دي لا، نشتغل بالحاجات الطبيعيه. فانا زي ما قلت لكم، انا النهارده ما عنديش لحمه، عندنا بانيه هنقليه ان شاء الله. فايه الاولاد منهم هياكل البانيه مع سلطه، والباقي بقى ملهوش في السلطه والحاجات بتاعت الرجيم دي. فقلنا ايه، نعمل لوبيا. ادي اللوبيا، رحنا جبناها زي ما انتم شايفين كده، وسلقتها. وجبنا كمان الفاصوليا الحمراء دي، شايفين شكلها جميل ازاي. دي بقى هنستخدمها بقى في السلطه، سلطه المكرونه اللي ان شاء الله هنعملها لهم. وجهزنا الصلصه علشان نعمل الاول اللوبيا. اللوبيا يا جماعه بنبلها من بالليل، ونقوم الصبح ناخدها سلقه كده بسيطه. وبعد كده اهم حاجه بقى ان احنا نسيح شويه اللية دي. هظبطها واوريها لحضراتكم، خليكم معايا. حطينا اللوبيا اهي اللي هي تعتبر نص سوا على اللي هي بعد ما ساحت شويه، وكان عليها معلقه زيت صغيره، وهنشوح كده شويه. وبعد كده هنضيف الصلصه بتاعتي. بصوا يا جماعه، انا الصلصه دي لما باجي اعمل برضو، يعني انا طبعي كده كمان عشان الدنيا حر، فبعمل مره واحده. عملت مثلا 3 بصلات كبار مع 2 كيلو طماطم، وايه ظبطتهم كده، وبستخدم بقى ايه براحتي على مدار الاسبوع. فزي ما انتم شايفين كده هحط منها على اللوبيا بتاعتنا. يا ريت بس يا حبايبي اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.
هنحط بقى على اللوبيا بتاعتنا. الطريقه دي يا جماعه سهله جدا وتنفع الستات اللي بيشتغلوا والبنات الجداد اللي برضو ملهمش في المطبخ قوي وبيزهقوا بسرعه، فتبقى مثلا يقفوا مره في المطبخ او مرتين في الاسبوع بيظبطوا يعني كذا اكله. انا بعمل كده يعني بعمل الطريقه دي. حطينا اهو زي ما انتم شايفين، وهنسيبها بقى ايه تكمل السوا بتاعها. طبعا كتير هيقول في ناس بتحب تعمل اللوبيا باللحمه، لكن طبعا ايه مش هتجرى حاجه لو اتعملت كده، وطعم اللية فيها هيخليها جميله جدا جدا. خليكم معايا هوريكم اما تستوي ان شاء الله. هنعمل كمان شويه رز، عشان طبعا اللوبيا بتحب الرز. حمرنا الشعريه اللي انتم شايفين، وهنحط عليها الرز المغسول اهو. يا جماعه الطريقه بتاعت التحضير دي بتسهل كتير جدا جدا وبتوفر كمان الوقت. احنا كمان على فكره ممكن نعمل الرز ونشيله في التلاجة من غير ما نسويه. ازاي؟ بنحمر زي ما انتم شايفين كده الشعريه، ونضيف عليه الرز زي ما انتم شايفين كده، ونشيله متحمر. يعني مش بنسوي، مش بنحط الميه بقى المغليه ولا حاجه، بنشيله ناشف كده. واما نيجي مثلا لو انا خارجه مشوار وراجعه، او مثلا رايحه الشغل، اول ما اجي احط عليه الميه يستوي، بيبقى رائع. جربوه بقى كده بالطريقه دي، ممكن تحضروه كده وتحمروه، وبعد كده تبقوا تسووه في اي وقت انتوا عايزينه، حتى لو قعد اسبوع على فكره مش هيجراله اي حاجه طالما معلهوش ميه. نكمل واوريكم حضرتك. هي يا جماعه اللوبيا بتاعتنا بتستوي زي ما انتم شايفين كده، شكلها جميل جدا ان شاء الله. طعمها برضه هيبقى جميل، وادي الرز كمان بتاعها اهو بيستوي. يغلي بس شويه وهنغطيه بقى ونسيبه، هنوطي عليه ونسيبه يستوي. وادي الفاصوليا الحمراء بتاعتنا جميله يا جماعه، وجربوها. بتعمل بيها سلطات تبقى حلوه جدا جدا جدا. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واحب اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.